اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. هنعمل الجاتوه في المنزل باقل التكلفه وباسهل طريقه، مش هتشتريه تاني من بره. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه. ومش هنستخدم اللي هو دي الاسبونج بتاع الكيك والتورت ولا اي افتكاسات. باقل التكلفه بايدك القمر هتعملي احلى واطعم واوفر جاتوه في المنزل. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الجاتوه القمر بتاعنا ده ازاي. في الاول كده هنعمل الكريم جانتيه. انا معايا كده كبة الخلاط وفيها المضرب بتاعها او المضرب الكهربائي. هضيف كده كوبايه من الكريم جانتيه الخام. هضيف عليهم حوالي 3 معالق من السكر. وهضيف كده نص كوبايه من الميه المتلجه عشان تاخدي احلى واطعم وقوام متماسك من الكريم جانتيه. هتعمليه بالميه المتلجه مش باللبن. الميه المتلجه هيديكي نتيجه كويسه قوي، الكريم جانتيه يبقى معاكي متماسك. وضفت كده ظرف من الفانيليا البودر. كده خلاص جاهز معانا ما شاء الله. متماسك بالشكل ده. هفضيه بقى كده في بولة كده وهدخله التلاجة على بال ما ما نجهز باقي الخطوات. في نفس الكبة كده اللي احنا عملنا فيها الكريم شانتيه هضيف كده 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. وهضيف كده عليهم كوباية سكر. ومعايا كده معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. الفانيليا السايلة دي هتديكي طعم حلو قوي وريحة للكيك بتاعنا. هنضربه كده بالمضرب. ومعايا كده كوباية من اللبن الرايب. دي لبن رايب عندي، بس اهم حاجة يكون برضو درجة حرارة الغرفة. ومعايا كده نص كوباية من الزيت. وهضيف كده 3 كوبايات من الدقيق اللي هو الدقيق العادي اللي هو متعدد الاغراض. ضفت كده ذره من رشه ملح كده بسيطه. ومعايا كده باكو من البيكنج باودر. ده حوالي 17 جرام. هنضربه كده ضربتين كده لحد ما نضيع الدقيق في قلب الخليط. في الكبه بالشكل ده بالمضرب اللي هو بتاع الكبه او المضرب الكهربائي. معايا كده صينيه او صاج كده مستطيل مقاس 30 في 40. دهناه كده بحبه زيت. وبعد كده حطيت ورقه الزبده ودهنتها برضو بحبه زيت كده. وحطيت كده فيها الخليط بتاع الكيك. طبعا لو ما عندش متوفر عندك ورق الزبده عادي ممكن بس تدهن الصينيه او الصاج اللي انت هتعملي فيه بزيت وخلاص، ما فيش اي مشكله يعني مش هنتوقف على ورقه الزبده يعني. كده خلاص جاهز معانا الخليط. طبعا هندخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هيقعد حوالي كده ربع ساعه، ما تطوليش عن كده عشان ما ينشفش منك. كده خلاص جاهز معانا. هسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. وبعد كده هنقلبها بقى وهنبدأ نشكل الجاتو بتاعنا. هنشيل كده ورقة الزبدة وهنقسمها كده على 3 قطع. بالنظر كده يعني 3 قطع متساوية يكون قد بعض. معايا ما شاء الله الكيك طري وهش وسفنجي تحفة من غير ما استخدمنا خالص دي اسبونج، بالدقيق العادي خالص بتاعنا. هندهن بقى كده طبقة الكيك كده بالكريمة. وهنسويها كده على وش الكيك بالشكل ده. وبعد كده انا معايا كده قطع مانجا. دي مانجا اهم حاجه لما تيجي تستخدمي المانجا بالذات في التورت والحلويات. تستخدمي المانجا اللي هي الكيت او النعومه. ده هترمي معاكي لحم ما شاء الله. وفي نفس الوقت برضو طعمها بيبقى حلو قوي في الحلويات والكيك. انما المانجا الزبديه بيبقى كلها الياف وكده. هضيف بقى الطبقه التانية كده على الوش. وهدهنها برضو بطبقه كده من الكريمه. اهم حاجه بس تضيفي كده حبه كريمه كده حلوه للطبقه الاخرانيه علشان احنا بنهتم بالطبقه الاخرانيه تبقى على الوش كده فيها طبقه كريمه يكون كتير. هجيب برضو قطع المانجا كده بالشكل ده. وبعد كده هضيف الطبقه الثالثه من الكيك. وهندهن برضو الوش كده بالكريمه. وبعد كده هضيف كده القطع المانجا. اهم حاجه تسوي كده الكريمه كويس عشان يبقى
تبقى شكلها كويس ايه على الكيك. معايا كده ايه 3 معالق من الجيلي، جيلي المانجا، عليهم حوالي ربع كوباية من المية المغلية، هندوبهم كلهم مع بعض كده، وهنسيب الجيلي كده يبرد، يهدى كده معانا ايه. طبعا مش هنضيفه كده على وش الكيك كده وهو سخن، لازم ايه نسيبه كده ايه يبرد شوية. وبعد كده ايه هضيفه على وش المانجا بالشكل ده، علشان طبعا تحافظ على شكل المانجا، يعني ايه تفضل كده ايه بطبيعتها، في نفس الوقت برضو ايه تديها كده ايه لمعة، وبرضو تديها طعم حلو قوي للجاتو بتاعنا. هنسوي بقى كده ايه الاطراف بالشكل ده، عشان ايه يدينا بس الشكل اللي هو ايه زي اللي احنا بنجيبه من بره كده، يبقى ايه معانا كده الجاتو كده متساوي ومظبط كده معانا. طبعا البواقي اللي احنا شلناها دي طبعا مش هنرميها، طبعا ايه هناكلها كده، يا اما طبعا ايه ممكن تحطيها في كوبايات او كاسات، وتحطي عليها ايه حبة كريم جانتيه كده وقطع مانجا كده، وهتاكلي احلى جاتو كوبايات. هنبدأ بقى ايه نقطعه كده قطع متساوية. طبعا انا يكون مجهزة مية مغلية كده في كوباية كده، هنقطع، وبعد كده ايه هنزل بالسكينة كده ايه في قلب المية المغلية، وبعد كده همسحها كويس قوي، وبعد كده ايه هقطع عشان ايه يبقى معاكي كده ايه التقطيع بسهولة. هننزل كده ايه وهتاخدي السكينة كده بسحبة لتحت. طبعا اهم حاجة ما تحطيش السكينة وهي مبلولة، لازم تنشفيها كويس، وكده يبقى معانا احلى واوفر واطعم جاتو فانيليا. هتضربي بايدك القمر وهتاكلي احلى واطعم واوفر جاتو. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.